جوزتي عندها 3 الولاد من غير راجلي زيدي، ولكن ديما جايه 4 أيام في السيمانه وتجيب تا ولادها وعائلته. مالو مشكله هادي والله، حتى مشكله دابا. المشكله فين كاينه؟ المشكله على ان المراه ولات باغا الراجل بلا حتى حاجه اخرى، ولات باغا تزوج براجل ما باغا لا مو لا عائلته لا صاحبته لا يتزوج لا والو، بغاتو يجيب الفلوس ويصرف عليها. دابا اختي العزيزه تصنت انا جاي لك، انا بغيت نوصل واحد الرساله. دابا في اي حاجه في الدنيا فيها الايجابي والسلبي، اي حاجه. دابا داك الراجل اللي قدامك شنو هو الايجابي اللي فيه؟ بزاف د الحوايج، كيصرف عليك، كيحترمك، ما كيضربكش، ما كيخونك. السلبي شنو هو؟ السلبي هو ان واحد مو كتجي عندو. واش الايجابي في راجلك ما كيغطيش على السلبي؟ مثلا حيت الكمال لله، واش تي باغا واحد ما فيه حتى شي عيب، هذيك الساعه قول لهم بغيت نبي ولا رسول. اما راه ضروري السلبي في الراجل. الا ما كانتش امو كتجي عندو غيكون كيخونك، الا ما كانش كيخونك غيكون ما خدامش، الا ما كانش ما خدامش غيكون كيسافر مع صحابو كيسمح فيك، الا ما كانش هادشي غيكون كيخلي ضاربوك، الا ما كانش هادشي كامل غتكون عندو مو بحال هاديك، الا ما كانش هادشي كامل يقد يكون ماشي راجل. نحيدو هادشي كامل يقد يكون خلي تشكي من الاهتمام. يعني حنا الا فكرنا مزيان وشفنا اللي قدامنا وقارنا ما بين الايجابي والسلبي، الا كان الايجابي اكثر من السلبي حنا غنتعاملوا مع السلبي. علاش؟ حيت كيعطينا طاقه ايجابيه داك الراجل. الا كان السلبي اكثر من الايجابي هذيك الساعه نهضروا، هذيك الساعه نتكلموا. فهمتي؟ راه من سابع المستحيلات اختي نجري على امي. انا دابا كنهضر معاك ماشي كنترجاك، انا غير بغيت نفهمك بواحد الطريقه لعله تفهميني. راه من سابع المستحيلات، ربي قال الجنه تحت اقدام الامهات، وانتي كتقول لي امك ما تجيش عندك. وما تقوليش لي انا عندي 4 الخوت ولا عندي 6 خوت. في خبارك الملكه والهيبه اللي كتعطى الدري اللي بار بوالديه راه شي حاجه ربانيه ما اختارهاش هو. كاين الولد اللي مرصود انه يبر بوالديه، ان مو ولا بوه كيرتاحوا عندو. راجلك حاكم في الدار وانتي الله يعمر لك الدار، فهمتي؟ وكتهلاي فيهم عاد انتي كتنقري. الا مشات عند ولد اخر تقالد هذيك المراه حاكمه فيه، ما كتلقاش راحت هذيك المراه، فهمتي؟ يعني اللي كترتاح عنده هي ديك الولد. وتصوري دابا انتي ام والده 4 الدراري، حتى واحد فيهم ما راجل، هاد المراه فين غتصد؟ حمد الله هاد الام هادي مسكينه عندها راجل هو راجلك، كتمشي عنده وتونس بيه تحمد الله وتشكره. الاخرين محازيق عيالاتهم خيبات ما عندهمش. كي غنديروا؟ يلا كي غنديروا؟ تصوري 4 هادشي قلتي عندها 4 الدراري وكتجي عند راجلي. يعني راجلك ربي كيرزقو حيت بار بهذيك الوالده. عندكم يصحاب لكم على انكم الرزق راه شي حاجه من ذكاء البشر ولا من اختياراته، راه شي كيترصد على شي. راه حيت هذيك الام كتجي ربي كيفيض ليه الرزق ويخلي. فهمتيني فين بغيت ندوي معاك؟ يعني ما تكونيش انت السبب في انك تمنعي ولا تسدي عليك شي باب، وبالخصوص الا كانوا فيه الوالدين. انا كنحذركم ما عمر شي مرة تحكر في الباب اللي فيه الوالدين لعله شر لها، وكنتمنى يكون لها خير. ما عمرك تناقشي في مرت في موت راجلك كانت خايبه ولا زوينه، انت كتعاملي معاه حيت راجلك كيتعامل معاك مزيان. وهذا هو القاعده اللي خاصو يمشيو عليها بنات الباشا. حنا امك زوينه ولا خايبه ما اختاريناهاش، ولكن حيت انت كتعامل معايا مزيان انا صابره لامك. نهار ما غتبقاش تتعامل معايا مزيان هذيك الساعه الا فت حتى حد ما يلومني. حتى الراجل غيولي يلعب على هذا الوتر وغيعرف على ان انت عندك واحد طاقه تحمل صابره ليه على مو يتهلا فيك من الجهه الاخرى صافي. ومبرد كل شيء، هو مبرد امه ومبردك تتي.
باش يحس براسو هو راجل بيناتكم، حيتاش الا ما حسش براسو راجل بيناتكم غيسمح في الحزاق كلشي وغيخليكم نتوما تقاقيو كي الدجاجات، وحتى حاجه ما غيفككم نتوما، حيت العيالات تلاقاو وقفرتيها. خاص يكون وسطهم راجل، خاص يكون وسطهم راجل. صوفيا العزيزه، فهمتيني اش بغيت نقول لك ولا ما فهمتينيش؟ وانا نصلي واحد 2 ركعات وبعد والشيطان حيدي عليك بعدي من صداع. الله يسهل عليك.